حضراتكم اللي موجود على السوشيال ميديا من اوله لاخره ان في كاميرتين كانوا بيصوروا من المدينه الجامعيه والولدين دول من ضمن الشهود، وفي كاميرا ثانيه كانت ثابته فوق البوابه ودي موجوده. الجانب الثاني كلكم ما بتنشروش غير كاميرا واحده اللي هي ساعه ما محمد وزمايله ونيره الله يرحمه كلهم كانوا نازلين. طب ايه رايكم ان في التحقيقات دي في كاميرا ثاني كانت جايباهم بالوش؟ لحد النهارده ما فيش حد قدر ينزل دي لسبب واحد، ان الكاميرا دي كانت اول واحده تم تحريز الدي في ار بتاعها، فما فيش حد حتى صاحب المحل اما انا رحت حتى بساله اشمعنى الكاميرا بتاعتك انت، قال لي ان المباحث خدتها اول واحده. الناس الثانيه طبعا انا بالموبايل بتاعي اكيد اما اروح اسلمه ويبقى في اقدم الشهاده بتاعتي باخد موبايلي باللي عليه. ففي كاميرا ثانيه اهي انتوا ما تعلموش عنها حاجه، ففي حاجات جوه القضيه اللي عايز يشوف الحقيقه يكلف بخاطره ويروح يصور القضيه. نص الناس اللي داخله ضد محمد واللي عامل الحمله ضد محمد وعامل نفسه ان هو مع محمد وانتم مغيبين. يعني انتم مغيبين، الادله اللي معايا قسما بالله لو مشيت باذن الله زي ما انا عايز والله لكلكم تصعقوا من مين مشارك في الجريمه دي، هتصعقوا اللي هو ماشي وراكم وبيشكككم في العسقلاني والاجراءات اللي بيعملها، قسما بالله هتصعقوا لو عرفتوا مين المدبر الاول للجريمه. لان انا مش شايف الهجوم اللي عليا للاسف عرفته ان هو منه هو، يعني هو منه هو، بس هو انا بوعده لو هو شايفني او احد الكلاب بتوعه على البث هنا اعرف ان انت خلاص الحلقه ضاقت عليك، وصدقني اقسم لك بالله ان اول سيلفي ما بيني وما بينك لنزله على الصفحه عشان الناس تعرف اسمك الحقيقي وكنيتك وشكلك، رغم ان انت اكتر واحد ضريت محمد عادل. بس خلاص هي فاضل لها حاجات بسيطه وان شاء الله هنتقابل في حته كويسه انا وانت. فانت ما تجيش تشكك في حد بيساعد، انت عايز تساعد انزل ساعد، لكن انت طب انا يا عم قلت لك انا هسيب القضيه وعقل صغير وسبت القضيه، انت فين البديل بتاعك اللي هيعمل؟ انت فين البديل بتاعك اللي بيتواصل معاك وبيقول لك انا بعمل 1 2 3؟ مين اللي يلزم انت طبع الطرف الثاني؟ انا مهما تقنعني انت طبع الطرف الثاني. اي واحد يشكك في حد من المتعاطفين مع محمد او محامي تبع محمد حتى لو مش انا، ده من الدرجه الاولى ضد محمد عادل. الصفه بتاعتك ايه؟ ان انت تتكلم بلسان محمد عادل واهل محمد عادل. انتوا في ناس كانت بتتكلم عن محمد عادل ومن كتر الضغط وناس اعلاميين وكانوا على الحياد، انتوا كنتوا السبب للاسف ان انتوا خليتوا الناس غيرت المحتوى بتاعها. يعني بعد ما كان ماشي على محمد عادل وبيبتدي ووعد الناس بدون ذكر اسامي، وعد الناس ان هو يطلع حقائق، حضرتك وحضرتها من الهبد اللي انتوا عملتوه غير البرنامج بتاعه. طب انت كده فدت محمد عادل؟ انت فرحان بالبوستين 3 اللي انت بتنزلهم بالكذب؟ فرحان لما بتقوم جاي بتشكك في واحد وفي نفس الوقت تنزل لي بوست محمد عادل حصل له كذا وفي فيديو والفيديو هجيبه؟ طب فين الفيديو يا عم؟ فين الفيديو؟ عايزين نعرف فين الفيديو بتاعك، عايزين نعرف فين الكلام بتاعك. يعني ايه؟ عايزين ادله. في حد بيظهر الحقيقه صح وحد بيظهرها غلط، واللي بيظهرها صح للاسف بيطلع اللي هو بيظهر الغلط دون بيشكك فيه. طب انت ايه اللي استفدته؟ قلتوا كام حاجه؟ يعني انتوا جيتوا قلتوا في عقد وراح للاستاذ اشرف، وجيتوا قلتوا ان في فيديو والفيديو لسه هيجي، وكل الكلام ده انا لا الاقي ليه حاجه صح ولا حاجه غلط. يعني كل اللي انتوا بتقولوه الحاجه الصح انتوا بتقولوها غلط والحاجه الغلط انتوا بتاكدوا عليها. طب ايه الغرض بتاعكم ان انتوا تشتتوا الناس وتجننوهم؟ ما هو ده سؤال لازم الناس اللي بتتابعكم تساله لكم. يعني ازاي انتوا بتثقوا في ناس زي دي؟ الناس اللي هي بتقول معايا ادله انتوا بتثقوا فيها ازاي وانتوا ما تعرفوهاش؟ طب اطلب منه رقم تليفونه، طب اطلب منه ان هو يكلمك صوت. الناس دي ما بترضاش تعمل لكم كده. طب انتوا هتوصلونا لايه؟ وبعدين تاني وتالت ورابع مهما عملتوا في محمد العسقلاني مش هسيب محمد عادل، اللي يلزم والده محمد عادل تقول لي ما تكملش. يعني دي حاجه بقى ايه عن قناعه ومحدش هيقدر يرجعني. الشهر العقاري الناس اللي بتقول ازاي الشهر العقاري زي ما بيعمل تسجيل شقه وتسجيل عربيه، في ناس بتكتب اغاني وناس بتعمل الحان بتروح تسجلها في الشهر العقاري، فما بالك الشهاده دي توثيق معترف بيه في الشهر العقاري. ويمكن يعني يقدر ان الشاهد ده مسافر بكره، انا هجيبه ازاي في المحكمه؟ مهاجر، هجيبه ازاي؟ فالشهر العقاري بيحل محله. في اكتر من طريقه ان انت تحفظ شهاده الشاهد، بس انا عشان السريه انا عملتها في الشهر العقاري. انا كنت قادر اعملها محضر اداري، بس للاسف محضر اداري كل من هب ودب هيروح يجيب صوره رسميه منه او يقوم مصوره صوره ضوئيه. لكن الشهر العقاري فيه سريه بالذات في حته الشهاده. يعني اللي ليه الحق يروح يجيب صوره من الشهاده دي هي ام محمود، وحد يكون معاه توكيل، مش انا طبعا، توكيل من محمد عادل او ممكن والدته ان محمد محبوس هي تطلعها. لكن انا الطلب متقدم باسمي، لكن اللي ليه الحق يطلع صوره ثانيه رسميه هي ام محمود غريب او محمد عادل بنفسه او وكيل عنه بتوكيل زي الاستاذ اشرف. ممكن ان هو يروح يجيب فعلا صوره رسميه لان فعلا الاستاذ اشرف معاه توكيل. بس ثاني سؤال على خاص وقال لي ايه راي حضرتك في كلام العسقلاني؟ انا طبعا العسقلاني ده اللي انا اعرفه كله عنه من الاول خالص، اللي هو قال لك هيطلب نقد، وفعلا مضى باين على نقد مع حد باين وهو مش محامي نقد. وانا طلعت قلت لكم معلومات ان هو اساسا ما بيشتغلش في القانون، هو بيشتغل سمساره على ما اعتقد، لكن بعيد جدا عن القانون. فانسان بعيد عن القانون انا اسمع له؟ مش كل محامي واحد معاه كارنيه يبقى محامي.
ابدا. يقف ويتكلم مثلا على منصه على اليوتيوب ولا الفيسبوك ويقول لك تتكلم في القانون. لا، انت ما تعرفش حاجه في القانون. انت ما تعرفش اي حاجه في القانون. انت اشتغلت لانك فشلت في مهنه المحاماه او ما حبيتش مهنه المحاماه، فاشتغلت سواء تاكسي او اشتغلت اي حاجه في اي حاجه. لكن كده ما انا مش شايف ليه صفر. يعني انا مش شايف ليه صفر، واللي بيشكك فيا انا مش شايف برضه ليه صفر. بالظبط يا مشاكس. بس انا للاسف انا شايف ان الناس بتحاول تدخل وتنخر تقوم مشككه فيا استفزاز. لا اطلع. طب يا جماعه انتوا ابتديتوا معايا، نجيبها بقى من الاول كده، من الاول خالص. انتوا قلتوا مش محامي، وبعد كده اما جبت لكم الايصال قلتوا ده مش محامي نقد، حاطط لكم ايصال نقد قلتوا مش كاتب النقد، قلت لكم طب مش كاتب النقد. جيتوا هبتوا قلتوا الايصال مزور، واللي قال الكلام ده اساتذه محاميين. طب بعقلكم ما راحوش بلغوا ليه؟ جيتوا بعد قصه مش محامي. معلش انت مش متوكل من اهل محمد. طب هم اهل محمد ما بيشوفوناش خرس؟ هل انا قافل عليهم الباب وقلت لهم لو طلعتوا قلتوا العساية مش محامي انا هعمل يعني بالعقل كده؟ جيتوا بعديها لا انت لازم تقول ان انت على علاقه بفلان. لا يا جماعه انا مش تحت اماره حد. انتوا ناس متعاطفين وليس موكلين. كل الناس اللي قدامنا ديت متعاطفين وليس موكلين. يعني انا ما لقيتش حد داخل في قضيه في محامي وعايز ادق التفاصيل زيكم بصراحه. مش الكل، انا ما اقصدش الكل، بعضكم. طب انت يا اللي عايز تفاصيل معلش انا اسف وبتدخل لي خاص وتتصل طب انت ايه الغرض؟ انت هتحط في دماغك ان انا هقول الست قالت 1 2 3 حتى لو الحاجه دي مش هتفيد محمد؟ دي امانه. دي امانه يا جماعه. الست دي عرضت نفسها وعرضت ولادها ان هي تشهد شهاده ربنا وخلصت ذمتها من ربنا. اللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش هو ملوش اصلا صفه في موضوع محمد. انا مش شايف ليه صفه. القصه ما بيننا ان الست ام محمود اتواصلت مع الصفحه وحبت تاخد الرقم التليفون. ابتدى الادمن يتواصل معاها بعد فتره. ده اللي حصل بالنص. كان الاستاذ مصطفى مدكور عامل بس، فابتديت ان انا علقت له على حاجه طلب مني سؤال فكتبته له في الكومنتات. لقيت ام محمود راحت داخله لي على الخاص بعد اذنك عايزه رقم التليفون. انا ما كنتش اعرفها. الست فضلت تلح لحد ما اديتها الرقم. ممكن اكلمك دلوقتي؟ قلت لها اتفضلي. الست اتواصلت معايا. كنت انا رايح المنصوره كده في شغل. الست مشكوره جات لي من المحله لحد المنصوره، اتكلمت معايا بكل امانه وكل صدق وكل كلمه. انا اشهد ان الست ديت ما كدبتش في حاجه. قالت حاجات كتير بس معلش. يعني في ناس برضو بتقول ايه لا تطلع كله. لا مش طب معلش انت شفت هي كتبت ايه؟ انت شفت الكلام اللي هي مثلا قالته لي؟ هل من المهنيه ان انا اطلع الكلام دون؟ في كلام يا جماعه هيفيد محمد وكلام هي بتقوله على اساس هيفيد ولا مش هيفيد. طب احنا استبعدنا الروايات اللي هي مش هتفيد محمد. دي مش ما لهاش علاقه بمحمد ولا بالقضيه ولا هتقدم ولا هتاخر. الشهاده اللي هي قالتها الست مشكوره فعلا تفيد محمد وتفيده بحاجات كتير. الست ما تاخرتش. الست ليها كل الاحترام. ست كريمه. الست رغم ان هي يعني اقول تعبت ووقفت في اكتر من مكان عشان نخلص الموضوع بتاع الشهاده بتاعتها. لو هنجيب كوبايه شاي بتجري عايزه هي اللي تدفع. مع ذلك احنا اللي جايبينها عشان مصلحتنا. يعني ست شهمه بنت بلد بمعنى اصح. فانا شايف على النت ناس بتشكر وناس بتذم. طب اللي بيشكر ده فوق دماغنا واحنا انا نفسي بشكره. طب انت اللي بتذم دي واحده ست وبتربي معاها ابنها محمود وبنتها الله يشفيها. تشكر في رجاله معاها معلومات مش عايزه تطلعها. هي تشكر ان هي عملت كده. يبقى بدل يا جماعه يعني هو اللي بيذم فيها ده انا في اعتقادي ان هو ضد محمد. معلش هي لو راحت قالت كلمه واحده سواء في المحكمه ولا في شهر عقاري ولا قدام وكيل نيابه تشكر عليها.